الله من رحمته وقال له عز وجل وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا رب مثل ما أنا غويت أبغوي الناس. انتبه يا ولدي، لا تكن أنت من الغاوين، الناس اللي فسد ويبدأ يفسد الناس ويخربهم. انتبه، لا يستعملك الشيطان دابة يركب على ظهرك يبدأ يقودك لأجل إفساد الناس. إذا جاءك إبليس بل أنت أصدق مع عندك، ولا فتحت الآن اللابتوب وحاط لك ملفات مخفية يمين ويسار، ولا عندك فلاش ميموري في هوايل ومخبيه يمين ولا يسار، ولا عندك في جوالك أمور. ما أجمل يا عيالي أن الواحد يفتح هذا ويبدأ يمسح، يقول يا ربي وعزتك وجلالك أنك تعلم أني أود أني أتركها عندي وأفرح، لكن لأجلك أنت يا ربي أنا أمسحها الآن، لأجلك، ولا أنا أفرح بها لكن عشانك أنت أنا أمسحها. صديقي، إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك أسفل الفيديو، ثم قم بتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد عبر قناتي اليوتيوب، وقم بترك تعليق لأسفل الفيديو، ولا تنسى أن تضغط إشارة اللايك. يلا سلام.